أمي سبب طلاقي. أولا أنا أحب أشكرك على صراحتك وعلى التفاصيل اللي قدمتيها. فعلا قصتك فيها عبرة، لأنه فعلا في أمهات يكونوا سبب خراب بيوت أبنائهم، يمكن عن غير قصد، لأنه الأم نظرت للموضوع بطريقة مختلفة. المهم عفى الله عما سلف. إذا نصيحتي لك يا أختي الآن، اليوم قبل بكرة، تواصلي مع زوجك واعتذري منه، وخبريه إنك عرفتي خطأك وإنك مستعدة لأي طلبات وصلح، لإيش تعطي لزواجك فرصة ثانية. هذا زوجك وإنسان يستحق إنك تحاولي إنك تسترجعيه، طالما أنت قلتي إنه زوجك إنسان طيب وإنسان باهي وإنسان يستحق فرصة ثانية. وامنحي زواجك فرصة ثانية من أجل أبنائك. اعتذري وخليه يعرف ويشعر إنه أنتي أدركتي خطأك. ونصيحة مهمة، خلوا أسرار حياتكم الزوجية بينكم، لا تخرجوها لأي إنسان. وإذا احتجتوا للنصيحة تحاولوا تتواصلوا مع إنسان ثقة، إنسان تثقوا في رجاحة عقله، إنسان ينصحكم بصدق. مش في ناس ينصحك ونصيحته فيها ضرر، فيها حسد وفيها مرض، أو إنك تتوجه الإنسان فاشل في حياته لأجل ينصحك. مش معقول. حافظوا على أمانات بيوتكم وأسراركم.